بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة أنا في ورطة شديدة جدا، طبعا بعد اللغة اللي اتخاطب بها وده شغله هو كمحامي. يعني الأخ عماد الطيب وردني في ورطة لا يعلم مضى إلا الله. لكن حقيقة طبعا يا اخوانا، حقيقة داير اقول لكم حاجة، تهنئة خالصة جدا جدا لاخوتي رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي الهلال بهذا النصر الكبير، وتحية بلا حدود للاخوة مبارك سليمان، وليد الهاري، فتحي بشير، والاخ طارق احمد ادم الذي انضم مؤخرا على هذا الانجاز. الهلال تحية لكل لاعبي الهلال الذين قدموا الغالب النفيس في هذا الموسم واحرزوا بطولة الدوري العام قبل اسبوعين، هدية لجماهير الهلال الموجودة داخل الاستاد ولكل جماهير الهلال الممتدة في كل انحاء السودان. احب ان اؤكد ونتعهد باذن الله تعالى بانه مباراتي الفريق المتبقيتين امام فريقي الخرطوم والمريخ، الفريقين الغمة، نحن باذن الله حنواصل انتصارات، ونعتبر انه بطولة الدوري لم تنتهي بعد، ولقائنا معاهم حيكون لقاء حارق باذن الله تعالى. مع احترامي الشديد لهم، انتوا دايرين اكون عديل ولا دايرين انطنه كده؟ كلموني. دايرين حرق شديد بنحرقوا الليل طوالي، ما عندكم مشكله. شكرا لكم يا اخواننا. شكرا لكم اخوتي. طبعا الحركات دي والتحيه دي بتاعت الرئيس هسه هيقول لي قلدتني وعملت كده عملت كده. شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا جزيلا للخبير فوزي المرضي، شكرا على هذه الكلمات. طبعا الناس قادرة تحس انه هو كان في ورطة وهو بيتكلم، لكن معروف عن كوتش فوزي انه هو زول ميدان ما زول كلام. يعني تتواصل معكم هذه الأمسية الاحتفالية، ولأن الهلال هو نادي الحركة الوطنية ونادي المؤسسات المجتمعية أيضا، قرر مجلس إدارة نادي الهلال التبرع بعائد هذه المباراة لصالح مرضى سرطان الأطفال. هذا القرار من مجلس إدارة نادي الهلال دعما لهذه الشريحة التي تحتاج لكل الدعم. ونذكر أيضا جماهير الهلال الأوفياء بأن السيد رئيس نادي الهلال سيخاطب جماهير الهلال غدا بإذن الله على قناة سودانية 24 S24 الساعة 9 مساء على الهواء مباشرة. الآن نستمع إلى الفنان ضربة البداية في هذه الأمسية، الفنان حسن شرف الدين يغني ويتغنى في هذه الأمسية الاحتفالية والتي تحتفل فيها جماهير نادي الهلال بهذا اللقب الغالي. أهلا وسهلا بك الفنان حسن شرف الدين.